اهتم بكل الفرق. عايز اشيد بجمهور المصري النهارده، يعني بصراحه لو احنا كنا يعني حجاره في الملعب بتلعب مع الجمهور ده، الجمهور ده جمهور عظيم جدا يحرك اي حاجه. وانا دايما من زمان من ايام ما كنت بلعب في نادي الزمالك كنت بحب اللعب في النادي المصري قوي، يعني في الاستاد ده بالذات عشان خاطر الجمهور ده. فرقه النادي المصري من الفرق المحترمه قوي، احنا يمكن اتفرجنا عليها قدام نادي الزمالك، يمكن ماتش نادي الزمالك هو اللي اجهد اللعيبه دي. الفرقه دي فرقه محترمه، مكانها الطبيعي مثلا تاني او تالت دوري، ويمكن تاخد البطوله كمان يعني لو ركزت شويه، او يعني كان عندها طموح لحاجه زي كده. ده ما يعنيش ان الفرقه بتاعتنا النهارده كسبت بايلاك او حاجه زي كده. اللعيبه النهارده كلها كانت مركزه، اللعيبه كلها النهارده كانت نجوم، اللعيبه النهارده كانت في حاله غير طبيعيه، ويمكن ده بعد الاحساس بالمسؤوليه. عبد السلام طبعا يعني انا عارف ان كنتوا زعلانين، طب تقولوا ايه لجماهير النادي المصري؟ هنقول ايه؟ طيب ربنا يكرم الماتشات الجايه ان شاء الله. سامح طبعا مباراه نقول الاسوأ للنادي المصري، توافقين في الكلام ده؟ اكيد، بس نقول للناس بس يستحملوا الناس في الخساره زي ما بيستحملوهم في المكسب بس. عارفين ان احنا وصلنا شديد يعني زي ما احنا بنقول لجماهير النادي المصري، زي ما بتشجعوا النادي المصري وهو فايز، اكيد اليوم ده ما كانش يوم لاعبي النادي المصري. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دي الكوره ما فيش مشكله، يعني ما هو احنا مش هنقعد نكسب على طول، لازم نخسر. ادينا خسرنا 3-1 4-1 5-1 زي 1-0 مع نادي سموحه، برضو نادي مع فرقه كويسه، لكن هي الظروف. الجمهور لازم يقف ورانا في اي مكسب اي هزيمه. النادي المصري هو الجمهور لازم يقف معانا، مفيش مشكله، لازم يوقف النادي المصري على رجله مره ثانيه. احنا لسه 16 بونت، احنا ما حصلش مصيبه يعني، لكن هي العمليه الجمهور زعلان طبعا عشان الهزيمه على ملعبنا وفي وسط جماهيرنا، كنا محتاجين المكسب، لكن هي دي الكوره. اصل ما تجيش احنا اللعيبه مش عارف. انتوا استهنتوا بالخصم مثلا؟ ما استهناش والله، ما فيش حاجه خالص، ما ينفعش نستهان، بس في تعب كبير في الملعب، مش اللعيبه مش. هل اجهاد مباراه الزمالك اثر عليكم؟ ماتش الزمالك مؤثر طبعا علينا، عملنا مجهود كبير، جينا لعبنا قعدنا يومين ولعبنا ماتش، فانا حاسس ان احنا تعبانين يعني، مش حتى الكوره ماشيه. واضح انك انت كنت في الاخر مش قادر. فيش اول مره تحصل لي ديت، لكن الكوره مش ماشيه كمان معانا، يعني الكوره لما تيجي تعدي مش ماشيه خالص، فهي الحمد لله طبعا نصيب، والفتره المره الجايه نعوض ان شاء الله. كابتن محمود عبد الحكيم، يعني بتقول قبل التسجيل هنتكلم نقول ايه؟ زعلانين انتوا؟ بندر، هي الكوره فيها كده يا جماعه، ما بيجي لك يوم بدلك. النهارده احنا كلنا وحشين، خلاص نشيل الماتش وخلاص. الحمد لله الكوره لازم نعرف ان الكوره فيها كده، احنا قصرنا وربنا ما ادالناش، خلاص الحمد لله. بس احنا تعبانين من ماتش الزمالك، ما لحقناش نريح. الحمد لله. يعني اجهاد مباراه الزمالك مش قادرين، مجهدين جدا. 3 ايام احنا بنيجي الدوري يتوقف 40 يوم، ونيجي بعد 3 ايام نلعب ماتش، وبعد 3 ايام نلعب الثاني، ما ده مش عقل برضو. الحمد لله يعني. احمد المرغني، الهزيمه من سموحه وبين جماهيركم وفي مدينه بورسعيد، تعذروا جماهير النادي المصري اللي خرجت عن شعورها النهارده بعد المباراه؟ طبعا، بس انا مش عامه انا مش لاقي حاجه اقولها، يعني احنا خسرنا وكنا وحشين جدا، فما فيش حاجه تتقال يعني، بصراحه مفيش حاجه تتقال. لاعبين السبب اكيد طبعا، احنا اللي بنلعب يعني، بس ما فيش يعني، ما فيش حاجه الواحد يقولها يعني، مفيش سبب. الجمهور زعلان من التيم كله، بس اعتقد يعني النهارده بدك للفرقه كلها، يعني مش واحد كلها كانت واقعه بلغه الكوره، في اجهاد يعني مش حد حتى كان فايق يفوق الفرقه. الحمد لله. هو مفيش توفيق لينا يعني، كوره لينا نتعادل 2-2 ترد تبقى 3-1. اعتقد ان النهارده مش يومنا، وده وارد جدا اللي هو بيحصل لاي فرقه، بتيجي نقطه كده بتبقى نقطه زي ما نقول نقطه مش كويسه لينا. النهارده كله مش في يوم، واعتقد ان دي حاجه بالنسبه لنا خلاص عدت وننساها. كابتن مختار المدير الفني للنادي المصري، يعني نقول هارد لك ولا يعني لا الناس مش راضيه بصراحه، واكيد حضرتك كمدير فني. انا يعني من اسوأ الايام يعني اظن ليا ولعبت في يعني في مجال الكوره، الماتش ده ماتش يوم صعب قوي. انا يعني كان عندي احساس من جوايا، وانا نقلته لعيبتي قبل المباراه، وكل يوم بكلمهم لدرجه ان انا كنت بقول لهم النهارده في المحاضره لو المكسب ممكن يبقى فيه مكسب بربع جون واخده 3 بونت، يبقى ان شاء الله نحاول ان احنا نوصل للربع جون ده. من درجه قلقي ومن درجه يعني احساسي ان الامر ممكن يبقى صعب، بس عمري ما تخيلت الماتش يبقى كده يعني بالصعوبه ديت. بدايه المباراه كابتن كانت توحي بالكلام ده، يعني اول ربع ساعه 3 فرص لسموحه، وهدوء غير طبيعي من عندنا، هدوء غير متوقع. نقول حمل كانت زياده في التدريب مثلا؟ احنا ما اتمرناش من يوم ماتش الزمالك. لا، او حمل ماتش الزمالك هو اللي اثر بس برضه لا، مش بالشكل ده. احنا من يوم ما جينا بورسعيد ال3 ايام تمرين خفيف خالص، ودي طبعا يعني من خبرتي ان احنا بذلنا مجهود جامد قوي في ماتش الزمالك، فلازم يعني ما يبقاش في اي احمال في الايام دي، وفعلا ده اللي حصل. لكن
في حاجه غير طبيعيه، حتى ممكن يبقى يعني فلان وحش ويبقى التاني لا احسن. ده الفرقه كلها يا كابتن عشان نبقى ال منصفين. 14 لعيب واعيين. خارج نطاق الخدمه. النهارده خسرنا وحته ان انت هتبقى كويس باستثناء امير او حاجه، احنا في الاخر خسرنا، ولكن الحمد لله. ان انا عايز اقوله ان انت برضو بتلاعب فريق كانت نتائجه مش كويسه الفتره اللي فاتت، واحنا عارفين كويس قوي ان هم كافراد لعيبه مميزه. غيروا الجهاز الفني، اكيد في روح جديده جت يعني كابتن حمزه الجمل والجهاز الفني ده روح جديده، واللعيبه كانت مميزه. زائد ان انت النهارده فريق سموحه موفق بالكامل، واحنا كفريق النادي المصري ما كانش كان في بدلاك النهارده غير طبيعي. يمكن الكره بتروح لهم، ضيعنا كذا فرصه، هاجمونا في اول 10 دقائق، لكن احنا هاجمنا طول الوقت. في كور في العارضه، في كور بتمشي على خط الجون بطريقه غريبه، ولكن هي الكوره كده.